باقي الجلاليط على عيونكم. هنعمل النهارده حاجه حلوه نطفحها. لازم كده نجيبوا كوز الخلاط المعفن ونحطوه قدامنا وننزلوا بشويه مكرونز مسلوقين. شايفين الحلاوه؟ مكرونه معجنه ومنيله بميل. بس هي الوصفه لازم المكرونه تبقى معجنه كده والا ما تطلعش حلوه. وما تكتروش في المكرونه عشان الوصفه دي بتاخد حبه مكرونه قد كده بس بتاخد لبن قد كده. ركزوا معايا عشان الحاجه تطلع حلوه. عندنا بقى شويه لبن طازه لسه نازلين من حنك الجاموسي، هنفضوهم كده. دول كيسين نشا كنت جايباهم لبشرتي المعفنه نعمل بيهم ماسك، لكن الظاهر مفيش فايده. نفضيهم وخلاص اهو الواحد يستفيد بيهم. هما كيسين بالظبط، الواحد 50 جرام يعني كده الاتنين يبقوا 100 على الوصفه. وكيسين فانوليوز، عايزه تحطي فانوليوز من السايحه حطي، مجمده ماشي، اي حاجه هتطلع حلوه بعون الله. وكوبايه الا ربع سكر. ركزي يا وليه منك ليها، خلي بالك انا حلوانيه كبيره، يعني الحاجه اللي بنعملها بتطلع خطيره. كده بقى يبقى احنا حطينا مكرونه وسكر ولبن ونشا وفانيليا. نضربوا بقى شويه العك دول ونشوفوا النتيجه في الاخر. خلي بالكم لازم تفضلوا تضربوا في المكرونه لحد ما تبقى ناعمه وبهرزيه خالص عشان خاطر وانتوا بتطفحوها ما تزولكمش. هننزل بقى بشويه اللبن او الحليب، هي البتاعه دي شفاطه لبن بترضع لبن. هنفضيهم كده ونجيب اللي احنا ضربناه ونوريكم الكوان بتاعه وصل لايه. بصوا منظرها جميله خالص زي الزبده، وتدوبيها كده في قلب الحليب وتولعي عليه وايديكي فيها على طول عشان ما تكلكحش منه. يا صلاة النبي على روايح الفانوليوز الجميل. النظافة أهم حاجة. تولعي بقى كده وتقلبي. طبعا وهي على النار كده بتحط لها حته قشطه جاموسي عشان خاطر تبقى صمينه، بس انا ما عنديش قشطه فهنحليها بصبعي كده عشان خاطر انا صبعي عسل وقشطه طبيعي. اوعي تحطي صبعك انت يا وليه عشان صوابعك مجشفه مش زي صبع ام ابراهيم. طبعا ايديكي فيها على طول عشان ما تكلكحش منك. اوعوا تنسوا بقى تجيبوا الصينيه بتدهنوها شويه زيت او سمنه، حاجه بس ما تكونش ليها طعم عشان ما تجرفكمش في عيشتكم. بصوا بقى الخليط بقى متناجس ازاي. هنفضيه في قلب الصينيه على طول وهو سخن قبل ما يعمل وش ويكرمش. تنزلي كده. هو ده القوام اللي ما فيش واحده تعرف تعمله زي الخالة ام ابراهيم. أني أحسن وحدة نعمل صينية العباسية دي في العالم. شايفين الحلاوة؟ أهو. حرام ما ينفعش نصيبه ولا لحظة في الحلة، ده لبن قد كده والحاجة غالية خالص. تنزلي كده كل البواقي اللي في الحلة والباقي تلحسيه بلسانك الطويل. نسووها بقى كده مسوية حلوة. أهم حاجة في الموضوع طليتة السمنة هي اللي هتخليها تخش الفرن وتطلع معاكي محمرة وزي القمر كده. ادهني ما تستخسريش، ادهني على طول، حطي كده هتديكي لمعة كرمزية ملهاش حل خالص. شايفين؟ وبقت ناعمة ومسكت والوش بتاعها ثابت اهوت ولا طهرة ولا حاجة. هتاخد لها تحميرة بقى حلوة كده في الفرن وتبقى 100. طبعا الصينية طلعت من الفرن اهيت ورزقتها في الطلاجة 5-6 سنين وهنقطعها معاكم ضمات. بسم الله الرحمن الرحيم. متماسكة وجميلة اهيت وتحميرها حلو خالص، ما اتلصعتش مني ولا اي حاجة. أنا حطيتها في التلاجة عشان ناكلها صاجعة. احنا في الحر كده لازم الواحد ياكلها كده وترطب على قلبه. انتوا عايزين تحرقوا قلبكم وتاكلوها سخنة انتوا حرين.
الله اكبر الله اكبر. بصوا الحلويات، ولا اجدعها حلواني يعرف يعملها كده. شايفين حلاوتها وطريه وشوزي وكلها حنيه. نجيبوا طبق بقى كده ونحطوا فيه الخرطه الجميله، ونقطعوا كمان خرطه عشان النهارده سهره بقى صباحي نروجوا على نفسنا في الحر اللي احنا فيه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشوكه بقى زي الاتيكيت. الله يا لهوي، قشطه خالص. الصلاة على النبي كده اني اول مرة نعملها، بس من اول تجربة طلعت جميلة وبهرزية. هناخد الصينية كده نركنها على جنب ونوريكم جبت ايه تاني. بصوا عامله ازاي، مسكرة وحلوة خالص. هتقولوا لي شوية دول بكام يا ام ابراهيم؟ هنقول لكم ب50 جنيه. فاكهة جميلة خالص، هي بتاعت الحلوانات بس ما فيش مانع برضه ان البني ادمين ياكلوها عادي، ما احنا برضه سوا يعني. وجبت شوية لب برضه لزوم السهرة، نقعدوا نجرجشوا فيهم محمصين. ريحة اللب بصراحة ربنا ريحته شياط جميل. وجبت كيسة اللب الأبيض دي، لا ده سوداني. أنا ما تستخسريش حاجة في نفسك. ولب أبيض ولب أحمر ولب أخضر ما خليتش. وبس كده هنروح ناكل الحاجات اللي على الصينية ديت، لأن ما حدش هيرضى ياكلها غيري. فأنا معايا ربنا بقى.